أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من خواطر قبل النوم. أخبرتني سيدة كريمة أن جارتهم كانت تريد شخص، يعني تريد للزواج، وعملت ذلك سحر، نعوذ بالله. سوت سحر محبة، سحر حب، ورشت السحر على الباب. فجأة مرضت ابنة خالة هذا الشاب، قريبته، وكانت تسكن معاه في نفس البيت. ومكثت البنت هذه المريضة مسكينة 4 سنوات بلا عقل، لا حول ولا قوة إلا بالله، لدرجة أنها كانت تخرج من البيت ودوروا عنها ما يحصلوها. في إحدى المرات كانوا يدوروا وراها، حصلوها في سيارة مهجورة نائمة. إنا لله وإنا إليه راجعون. أخذوا هذا البنت المريضة وذهبوا بها إلى مشعوذ، والله يهديهم ويصلحهم. فأخبرهم هذا الساحر أو المشعوذ أن هذه المرأة مصابة بسحر مرشوش على الباب، وإنه واحدة قريبتهم كانت تبغى اللي في البيت، لكن اللي مشي على الباب مو هو، مشيت هذه البنت اللي قاعدة عندهم. نعوذ بالله من السحر. اتقوا الله يا ناس، ما جاء بباطل فهو باطل، ما بني على باطل فهو باطل. تتزوجوا بسحر أو يفرقوا بعض بالسحر؟ اتقوا الله وابتعدوا عن السحر. السحر دمر البيوت ومزق الأسر وسوى مشاكل لا تعد ولا تحصى. وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. قال تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. انتبهوا يا جماعة الخير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، يعني كفر بالقرآن الكريم. احذروا، لا حول ولا قوة إلا بالله. ايش ذنب هذه البنت اللي قعدت 4 سنوات مجنونة بلا عقل؟ بلا عقل، 4 سنوات بلا عقل، في ذمة من؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. واحدة من أخواتي أخبرتني أنها ذهبت إلى مستشفى في مدينة الحديدة. أخبرتني بهذه القصة في عام 2024، وتقول أنها راحت المستشفى اللي في الحديدة قبل 17 سنة تقريبا. تقول لي هناك شافت امرأة معها ولد عمره تقريبا 10 سنوات، لكن أيديهم منتفخة كذا، منفوخة بصورة غريبة، لا حول ولا قوة إلا بالله. أختي لما وصفت لي تقول لي أن يده مثل القفازات اللي يلبسوها في الملاكمة. تخيل، يعني تخيلوا إنه هذا الولد اللي عمره 10 سنوات أيديه منفوخة زي اللي القفازات اللي يلبسوها في الملاكمة. لا حول ولا قوة إلا بالله. قالت لي أختي حتى أظافر الولد، أظفاره يكاد يغطيها الانتفاخ، الانتفاخ يكاد أظفاره ما تظهر من شدة انتفاخ أياديه. تقول لي ولون أياديه أحمر يميل إلى السواد. لا، وأمه قاعدة تبكي وتحكي للناس إيش اللي صاير. قالت لهم إنه زوجها مختل عقليا، وإنه ابنها هذا مشاغب ومزعج ويضرب أخوانه الصغار، وأنها تعمل خارج البيت من الصباح إلى ما بعد صلاة الظهر عشان توفر لقمة العيش. فربطت أياديه عشان ما يضرب أخوانه، عشان ما يضرب أخوانه الصغار ويأذيهم وكذا. ولما جاءت ربطت أياديه، تقول لما جاءت بعد الظهر وجدت أياديه زي كذا. الأطباء قرروا بترها وهي تبكي وتقول أنا السبب، أنا السبب. لا حول ولا قوة إلا بالله. مشكلة يا جماعة الخير، الله المستعان. أطفال، ما أدري إيش نعلق على هذه القصة، أترك التعليق لكم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. عندي صديق اسمه الأستاذ يحيى، وهو زوج إحدى قريباتي. أخبرني
في شهر نوفمبر عام 2024 إنه كان من سنين في قرية في بيت أحدهم، يعني قرية كذا نائية، يقول وشاهدوا ثعبان أعوذ بالله متدلي من الأعلى يتجه نحو وزغة عشان يلتهمها. ثعبان، هم الآن قاعدين يتفرجوا، والثعبان متدلي من السقف، وفي وزغة والثعبان متدلي يبغى يروح للوزغة عشان يأكلها. يقول الآن زوج أختي رجل صالح ويحكي لها القصة، قال ولما هجم عليها الثعبان، هجم على الوزغة، فتحت فمها فدخل يعني فمه في فمها، فم الثعبان في فم الوزغة. قال وراحت تنفخ وهم قاعدين يتفرجوا على هذا المشهد الغريب. قال واستمرت تنفخ ثم فتحت فمها فسقط الثعبان على الأرض ميتا. شيء عجيب. نعوذ بالله. الثعبان مات من نفخة الوزغة على الثعبان، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأخبرني الشخص أثق به إنه كان مرة من المرات في قرية وكان في غنم، قالوا في عنز أزعجته، وبعدين جاءت تركض، قال لي فركلها بشدة في حلقها، ركلها برجله بقوة في حلقها، قال لي فوقعت العنز وتورم حلقها يعني جاء ورم. يقول لي والله يا جماعة الخير، قال لي فاستيقظت في اليوم الثاني صباحا وحلقي متورم ولا أستطيع أن أشرب الماء، ثم شفاها الله عز وجل. تابعوا يا جماعة الخير، لا تظلموا هذه المخلوقات العجماوات، لا تظلموها. امرأة دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. انتبهوا، لا تظلموا هذه الحيوانات والدواب. ماتت الأم وأطفالها بسبب الغاز. انتبهوا يا جماعة الخير لهذه القصة. أخبرتني واحدة من بنات أخواتي إنه في امرأة تسكن في مدينة باجل، وإنه زوجها كان مغترب في السعودية، وكانت عندهم عمارة مكونة من طابقين، وكانت الكهرباء تنقطع وأحيانا ترجع كعادة أهل هذه المناطق. تقول ولما انطفت الكهرباء ولعت الأم ماطور الكهرباء، عندهم ماطور كهرباء، وكان الماطور يعمل بالغاز. تقول بعدين ناموا فاختنقوا وماتوا جميعا، الأم و7 من أبنائها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. افتقدهم أبوهم وكان في السعودية وقاعد يتصل عليهم عدة مرات على زوجته ما ترد على جوالها. اتصل بأخوه في القرية، ولما جاءوا وجدوهم كلهم موتى، الله يرحمهم ويغفر لهم، ماتوا اختناقا من الغاز. الأم و7 أبناء ماتوا جميعا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ولذلك انتبهوا يا جماعة الخير. عيرته بعدم خلفته فمات كل أبنائها. هذه من القصص المؤلمة التي يعني أخبرت بها. في عام 2024 أخبرني أحد الأصدقاء تزوج من سنين ولم يرزق بالذرية إلى الآن، إن شاء الله ربنا يرزقه هو وجميع من يريدون الذرية. أخبرني أنه سكن في بيت بالإيجار، وكان أمين وهو رجل صالح من أهل المسجد والقرآن، وكان يدفع الإيجار، بس مرة من المرات تأخر في دفع إيجار البيت، وكان إيجاره بالشهر، تأخر يعني لظرف طارئ. فصاحت عليه صاحبة البيت وتصرخ عليه والتم الناس، وزوجها موجود لكن هي اللي قاعدة تصيح، والتم الناس والجيران. وانحرج هذا الرجل اللي حكى له القصة من هذا الموقف. يقول لي وكان من كلامها إنها قالت له ما أعطاك الله بزورة من قل خيرك، ما أعطاك بزورة من قل خيرك، يعني أن الله لم يرزقك الذرية بسبب قلة خيرك. لا حول ولا قوة إلا بالله. وكان الناس متجمعين، فحز في نفسي هذا الكلام وتأثر لما عيرته بشيء يعني ما له يد فيه. فقال قادر على أن يأخذهم هم أحياء، يعني يقصد أطفالها،
وقال لزوجها وكان واقف، وقال لزوجها اللي ظالم الله ينتقم منه، قول آمين. قال زوجها آمين. وكان عندها أولاد، 3 أولاد وبنات. قال لي والله يا أخي في أقل من سنة مات أبناؤها ال3. ما بذكر لكم كيف ماتوا، لكن مات أبناؤها ال3 في أقل من سنة. وإنا لله وإنا إليه راجعون. فلا تعيروا أحدا يا إخواني، لا تعير إنسان بشيء ليس له فيه يد، لا امرأة ولا رجل. بنت ما تزوجت، امرأة ما جاء الزواج، ما جاء نصيب، رجل مريض ولا وقع في معصية ولا وقع في شيء ولا صارت مشكلة، لا تعير أحدا بشيء فيعافيه الله عز وجل ويبتليك. وإنا لله وإنا إليه راجعون. ظلموهم في الأرض فجاء مشروع القطار. أخبرتني بنت أختي في عام 2024 إن في قريبة لها من جهة أبيها تسكن في مدينة القطيع. مدينة القطيع بين باجل والحديدة زي ما قلت لكم قبل كذا. هذه اللي صاحبتها تعرف صاحبة القصة، وهي أنه في فتاة يمنية تزوجها واحد سعودي، أنجبت منه ولد، وكان زوجها متزوج قبل ذلك بامرأة سعودية وعنده منها أبناء. ولما صار ابن هذه الحرمة البنت اليمنية 10 سنوات أو 12 سنة تقريبا مات زوجها وترك إرثا كبيرا. لكن المرأة السعودية وأبنائها وأقربائها هضموا تلك المرأة اليمنية وابنها، هضموها في الميراث واستضعفوها، يعني وأعطوهم فقط قطعة أرض واحدة تقع في مكان خالي. تجرعت الأم غصصها وهي وابنها هذا اليتيم اللي عمره 10 سنوات، لأنها أجنبية وما في من يطالب بحقها وينصفهم، فصبرت وكافحت وعملت واستمر ابنها في تعليمه حتى تخرج من الجامعة. ونسيوا هذيك الأرض. وبعدين جاء مشروع قطار الحرمين في السعودية. فوجئ الابن بأن الدولة تتصل عليه وعرضوا عليهم مبلغ كبير تعويض لأن الأرض تقع في مسار القطار. أخوانه الكبار اللي من أبوه اللي أمهم سعودية، الله يصلحنا وإياهم جميعا، علموا بهذا وجاءوا وقالوا له يعني بيشاركوه فيها، لكنه رفض لأنهم أخذوا ميراث أمه وهو صغير واستضعفوهم وظلموهم وهضموهم، وبس هذا اللي كتبه من نصيبه. وكان صغير ما يقدر يدافع عن نفسه، قال لهم لكن الآن أنا كبير خلاص أقدر أدافع عن نفسي وأطالب بحقوقي. فكانت هذه الأرض النائية خير لهذا الابن ولأمه، وحفظها الله عز وجل وخبأها لهم حتى كبر ذلك الشاب وجاء مشروع القطار. كثير قصص يا جماعة الخير اللي يهضمون الناس في الميراث ويهضمون النساء ويهضمون الأجانب ويهضمون الأيتام. انتبه. أدوني واحد ظلم إنسان في ميراث وربح، ما حتلقى يا أخي. لا تظلم إنسانا في ميراث، لا تظلم إنسان في الميراث. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. أخبرني الزوج بنت واحدة من أخواتي إنه ذهب إلى الحديدة في المحكمة فوجد قصة عجيبة، وهذه القصة إنه في أختين من ذمار، منطقة يقال لها مدينة ذمار، تزوجوا ب2 شباب، وبعد سنين مات أبو البنتين هذولي وترك ميراث كبير من البيوت والأراضي. لكن أخوان البنتين هذول ظلموهم وأخذوا حقهم وأخذوا العقارات والأراضي الصالحة والجميلة والمنبسطة في الزراعية وفي الأرض، وأعطوا البنتين قطعة أرض في جبل لا تصلح لا للزراعة ولا للبناء. ومرت الأيام وكبروا أولاد البنتين
ثم اكتشف الناس في القرية أن الجبل به حجر جرانيت من أجمل وأنفس الأحجار المستخدمة في البناء، فجاءوا أخوان هذه البنتين يطالبوا بالأرض ويبغوا شراءها بيشتروها من البنتين، فرفضت البنتان، رفضوا، وصارت السيارات الشاحنات تجي تشتري من الجبل يعني الحجارة الكبيرة بمبالغ مرتفعة، فكان رزقا عظيما لهاتين المرأتين البنتين اللي أخوانهم ظلموهم. يا أخوان لا تظلموا أخواتكم. كم من القصص والمآسي اللي الأخوان ظلموا أخواتهم في الميراث وأكلوا حقهم بالباطل وانصفوا بالله عز وجل، أو دارت الدائرة على هؤلاء الأخوان الظلمة ورد الله عز وجل كيدهم في نحورهم. لا تظلموا أخواتكم في الميراث، اعملوا بشرع الله، فالله عز وجل حكيم خبير وهو أرحم بكم وبالبنات. يا أخي أخواتكم لمن مات أخوك أو أختك ولا أخواتك لمن يموت أبوهم، أنت السند، أعطوهم حقهم يا أخي، لا تظلموهم، لا تظلموها في ريال، في هللة لا تظلموها. اتقوا الله، اتقوا الله. ثم يعني حنسأل يوم القيامة وقفوهم إنهم مسؤولون. يا أخي حرام عليك، حرام عليك تأكل حق أختك بالباطل. اتق الله، اتق الله. تأكل مالها بالباطل ليش؟ عندك أولاد، عندك بنات، عندك زوجة، سينتقم الله عز وجل منك. لا تظلموا أخواتكم، لا تظلموا بناتكم. بعض الناس حتى يكون عنده فلوس ويهتم بالأولاد، يعني يعطي، يعني يكتب لهم ويترك البنت. حرام بحجة أنها تتزوج وزوجها. لا، غلط، هذا شرع الله يا أخي. تعارض الله، تتحدى الله، تحارب الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. اتقوا الله في أخواتكم، اتقوا الله. اللبن والخنفساء السوداء، يا جماعة هذه من أغرب المواقف والقصص اللي مرت علي وقد سجلتها في خواطر قبل النوم. أخبرني شاب إنه في امرأة في إحدى قرى تهامة في اليمن مخضت اللبن. هناك يحط الحليب حق العنزة والبقر ويمخضوه كذا أظن عشان يصير لبن. مخضت اللبن وأعطت أبنائها الثلاثة من هذا اللبن، شربوا منه، آلمتهم بطونهم وجاءهم إسهال وقيء وماتوا في يوم واحد، ماتوا في يوم واحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فكانت فاجعة وكارثة للأم وزوجها وللناس. ولما جاءوا يغسلوا الدبية، على قولهم الدبية الإناء اللي يمخضون فيها اللبن، حسب يعني ما يحكي لي، وجدوا في هذه الدبية حشرة الحمية، الخنفساء السوداء. الحمية هناك في تم يسمون الحمية، الخنفساء السوداء وجدوها في داخل هذه الدبية، ولعلها من النوع المسموم، وهي التي تسببت في موتهم والله أعلم. أوشكت الأم على الجنون من هذه الفجيعة، لأنه ماتوا أولادها الثلاثة في يوم واحد. إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم صبرها الله وعوضها بأكثر منهم وأنجبت 8 أبناء. اتصل اللي حكى لي القصة يا جماعة الخير، اتصل لي يعني بواحد من هذول 8 وحكاها بنفسه وأنا أسمعها وكتبتها عشان تعرف حقيقة هذه القصة. نعوذ بالله من غوائل الدهر. جدي حسن والمرأة العجوز مقطوعة الرجل. جدي حسن والد والدتي الله يرحمهم الاثنين، في شهر شوال عام 1444 هجرية جلست مع خالي حسن في مكة المكرمة وسألته يعني إنه إيش السبب اللي يتوقعوا إنه جدي حسن الله يرحمه عمر، لأن جدي الله يرحمه مات عمره 114 سنة، هذا حسب ما قيدته أنا من الجواز حق جدي، وقيدت تاريخ وفاته عمره 114، لكن خالي يقول إنه عمره 140 أو 150 أو 160 سنة، لكن أنا مقيد إنه 114 سنة الله يرحمه مات. المهم قعدت أتكلم مع خالي إنه جدي الله يرحمه مات ما يعاني من الأمراض المزمنة
يعني بل كان يجلس جلسة للصلاة على الأرض ويتربع وذاكرته سليمة، الله يرحمه ويغفر له، ولا عنده لا ضغط ولا سكر ولا غيره من الأمراض فقعد خالي يتذكر، وبعدين حكى لي قصة عجيبة. يعني قاعد يفكر في سؤالي إيش السبب أن الله عز وجل حفظ جدي فعمر وهو بخير حتى مات الله يرحمه عمره 114 سنة. فقعد خالي يتذكر حياته مع جدي، وبعدين قال لي ذكر لي قصة. اسمعوا هذه القصة. قال إنه جدي حسن الله يرحمه عام 1385 هجرية كان خارج من عمله في حنفيات الحرم، فلقي امرأة يمنية عجوزة في 60 من عمرها تقريبا عند باب إبراهيم في الحرم، رجلها مقطوعة من أعلى الفخذ وليس معها أحد وليس لها عائل. من عندك؟ ما عندي أحد، وقاعدة كذا مرمية في ذاك المكان عند باب إبراهيم في الحرم عام 1385 هجرية. وباب إبراهيم هو باب إبراهيم الخياط وليس باب إبراهيم الخليل عليه السلام. أخبرته إنه ما عندها عائل وما عندها أحد. سألها عن اسمها، قالت إنه اسمها مريم من مدينة زبيد في اليمن. مدينة زبيد هي مدينة العلم والعلماء. فأشفق عليها جدي الله يرحمه ويرحمها، واحتملها على يديه وظهره وذهب بها إلى بيته، وبقيت معه في بيته في خدمته يرعاها هو وزوجاته، كان عنده 2 زوجات، عايشين في بيت واحد. وكان جدي يحملها على يديه ويذهب بها إلى الحمام ويشتري لها، وجلست معهم وانتقل يعني من هذا البيت إلى بيت ثاني، وراحت معهم في البيت الثاني، ومكثت معهم في البيت الثاني أسبوعين ثم مرضت وتوفاها الله يرحمها ويغفر لها. ودفنها جدي حسن رحمه الله في مقبرة المعلاه في مكة. حزن عليها جدي وبكى كأنه يبكي على أمه. خالي حسن يقول إنه جدي كان يبكي على هذه المرأة كأنه يبكي على أمه. وكانت مدة مكث هذه المرأة في بيت جدي وفي رعاية الله يرحمه ويرحمها قرابة 5 سنوات تقريبا. وتضايق جدي من جلوسه في هذا البيت اللي نقلوا فيه ومات بعد أسبوعين، وما كمل فيه 7 أو 8 أشهر حتى انتقل إلى بيت آخر. قال خالي حسن الله يعافيه: لعل صنيع جدي هذا، يعني فعل جدي هذا الله يرحمه، هو السبب وراء البركة في طول عمر جدي حسن الله يرحمه ويغفر له. افعل معروف كبير يعطيك الله عز وجل خير كبير بإذن الله. صنائع المعروف تقي مصارع السوء، صنائع المعروف تقي مصارع السوء. رحت مدينة الباحة، وأثناء سياحتي فيها بنشر علي كفر السيارة، وكنت في بداية طلعة كبري. خرجت محتار أدور أشوف، ما أدري فين أروح ولا أعرف مكان، لأن أول مرة أروحها. ولما كنت أحاول وقف رجل سيارته قدام السيارة وجالي وقال لي: إيش بك؟ قلت له: الكفر بنشر. جلس يحاول معايا وبعدين ركبني سيارته وراح بي ورشة، يعني طلعنا تجاوزنا الكبري شوية كده وداني ورشة كانت في امتداد الطريق نفسه. وجينا بعامل من الورشة وجاب معها العامل الأدوات، وغيرنا كفر السيارة بالاحتياط اللي موجود كان في السيارة. ورجعني العامل إلى الورشة ورجعني للسيارة، ولما جيت أحاسب اكتشفت إنه دفع الفلوس دفع فلوس العامل ودفع فلوس صلاح الكفر، دفعها غصب عني، والله غصب عني دفعها. حاولت أعطيها الفلوس رفض، وبالكاد وراني اسمه. قلت له: عشان أتواصل معك وأشكرك وتكون بيننا صداقة. رجل أصيل من مدينة الباحة اسمه علي أحمد بركات الغامدي. الله يبارك فيك يا علي أحمد بركات الغامدي ويوريك كل خير بإذن الله. معروفة منطقة الباحة بكرم أهلها ومروءتهم وفزعتهم ونخوتهم، وكل المناطق ما شاء الله فيها يعني نخوة.
ألقاكم في الحلقة القادمة من خواطر قبل النوم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.